حسيت ان انت دخت او بصرك كده زاغل لثواني او جالك صداع غريب بيجي في مؤخرة الدماغ، او بتحس انك مش متزن، مش قادر تمشي في خط مستقيم، او مرة حسيت ان وشك فيه تنميل او خضر بسيط حوالين الفم والعينين كده، او بتحس مثلا انك بتتلخبط في الكلام، البلع بقى صعب شوية، او بتشوف الصورة مزدوجة، الدنيا بتلف بيك، حسيت ان ايدك مثلا ضعفت او بردت فجأة، وتعبت مثلا اما تتعب اما تيجي ترفع دراعك لفوق، تحس ان نفسك بيضيق وقلبك بينبض بسرعة، تحس بضربة غريبة كده في صدرك، وفجأة تحس انك هتقع، جسمك خفيف، دماغك فاضية كأنك بتطير كده، او بتحس انك مش فاهم العالم اللي حواليك كويس، تحس ان انت مش موجود يعني، او بتسرح وذاكرتك بتضعف. كل دي اعراض كتير ناس بتجيلي في العياده بتشتكي منها، فاكرين ان هم عندهم نوبة هلع او حاجة قلق نفسي او نقص اكسجين او مشكلة في الودن، بس الحقيقة ان كل ده يعني بيبدأ من شرايين الرقبة. ماشي. يعني خارجه كده من شرايين الرقبه الى خلف المخ، هشرح لك كده في الصوره المعقده دي. ماشي. الدنيا ماشيه ازاي؟ خلاص، دي الشرايين. ماشي. اي ضغط في الخلفيه هنا بتاثر على الاكسجين اللي رايح للمخ، واي انسداد بسيط او كده ممكن يدخلك في الاعراض دي اللي احنا قلناها دي كلها. يعني مثلا اول شريان اللي هو تحت الترقوه ده، اللي تحت الترقوه ده بيطلع من القلب وبيوصل الدم للدراعين والدماغ عن طريق الشريان الفقري ده. بيحصل فيه ضيق او جلطة، الدم بيتحول الناحية التانية وبيخلي المريض يحس بايه، بالايد بدل المخ. ماشي. فبيحس في برودة بايده ودوخة لما يحرك دراعه، وده بيعمل حاجة اسمها اللي سبكليفين ستيل سيندروم، يعني كأن الدم بيتسرق من المخ عشان يروح يغذي الدراع. انت فاهم قصدي؟ فالنتيجة هنا بيحصل ان الدوخة دايما موجودة، وقلة تروية للمخ من كمية الدم اللي رايحه له. بعد كده عندنا اللي هو الشريان الفقاري ده اللي طالع من بين الفقرات ده. ماشي. اي ضغط من الفقرات او انزلاق غضروفي مثلا، ماشي، الضغط ده اما بيبقى جاي على المخيخ، ده الدم اللي رايح للمخيخ. ماشي. والشد العضلي الجامد والضغط على الشرايين دي بتأثر وبتعمل لك صداع، ممكن يسبب صداع واضطراب في التوازن وتشوش في الرؤيه كمان، لان انت رايح الفص اللي بتاع الرؤيه وبتاع الاتزان اللي ورا ده اللي هو ايه في مؤخره الدماغ. فلو الترويه قلت شويه ممكن كمان تعمل خضران في الوش. ماشي. ويعني وزي ما قلت لك الصداع والدوخه. تمام. اما بقى الشريانين الفقريين دول وهم طالعين بيتحدوا مع بعض كده في حاجه اسمها الشريان القاعدي. ماشي. ده بتاع قاعده المخ. ماشي. قاعدة المخ ده بقى او الفص اللي هو اللي ورا ده بتاع اللي اسمه الاوكسيبيتال لوب ده بقى مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن التنفس، مسؤول عن التوازن. فانت لو في فقدان في التوازن او التنفس ضيق ممكن يكون مشكلة هنا. فاحنا بنعالج العظمة اللي حوالين الشريان القاعدي دي، فعلا ممكن نخلي العيان فعلا ان شاء الله الرؤية بتاعته بتتحسن لو في مشكلة في هذا الشريان. ماشي. والخضران بتاع الوجه ممكن يروح، وخضران الاطراف كمان، وساعات ناس بتقول لك انا عندي مثلا صعوبة في البلع او في الكلام، بس حاجات خفيفة يعني بتبقى بسبب الضغط على هذا الشريان. بنقدر نساعده كويس جدا جدا. اخر واحد بقى الشريان الدماغي الخلفي، اللي بعد بقى خلصنا القاعدي اهو، طلعنا بقى على الشريان الدماغي الخلفي، وده النهائي بقى. ده اللي بيغذي الفص القذالي والمسؤول عن البصر تاني برضو، والفص الصدغي والمسؤول عن الذاكرة والإدراك وفقدان الرؤية. ماشي. كمثلا كجزء مثلا من جلطات أو حاجة زي كده، أو الصداع الخلفي للراس، ومشاكل التشويش وضبابية الدماغ والذاكرة الوحشة وكلام من ده. يعني انا عارف ان ده شيء غريب، بس ده الشريان ده هو اللي بيبقى مسؤول عنه. طيب، احنا في الاوستيوباثي بنعمل ايه؟ لان الاوستيوباثي هنا ليه دور ضخم جدا في ميكانيكيه الرقبه، وان احنا نرجع ميكانيكيه الرقبه لطبيعتها. ده بيفك الشد العضلي وبيساعد في تنظيم الضغط في الشرايين دي، والعلاقه بيه بجهاز السمبثاوي والباراسمبثاوي بتاع الفيجاس نيرف او العصب الحائر اللي احنا اتكلمنا عنه كذا مره، اللي بيبقى في قاعده الجمجمه هنا. ماشي. اما بيتاثر الرقبه تتاثر، بيتاثر على هذا العصب. ماشي. وبعديها بتحس بقى ان انت مش متوازن وخفقان وضيق النفس والدوخه والتنميل. والناس بعد كده تروح بقى للدكاتره النفسيين وياخدوا حاجه اسمها الاس اس ار اي والاس ان ار اي والبتاع، وكل ده وبيخش في دوامة نفسية، وأصلا المشكلة هي مشكلة ميكانيكية في الرقبة مش أكتر. فمن الآخر يعني كل دوخة أو خفقان أو زغللة أو تنميل
اوقات كتير مش بيكون مش شرط بسبب نفسي، ممكن يكون بسبب ميكانيكية الرقبة والشرايين، والاوستيوباثي بيساعد في ان احنا نستعيد هذا التوازن العصبي، والدم اللي بيغذي المخ في الحتة دي، وبيرجع بعد كده ينظم نفسه بطريقة طبيعية من غير أي أدوية ولا قلق خالص. وهذا والله أعلم. السلام عليكم.